السلام عليكم، واش راكم بخير؟ لاباس صحة؟ لاباس الحمد لله. كيما راكم تشوفوا هذا هنايا عرس قسنطيني. اول مرة نروح نحضر عرس قسنطيني. شوفوا هنايا راني في لاصال، هذه لهنا وين تقعد العروس الفوتاي، ومن هي تاع الدي جي، ومنا عامل هنا الطوابل وين يقعدوا المعارض. هذه لاصال لهنا كبيرة، ضاوية مشرحة، حقيقة عجبتني لاصال ما شاء الله. عامل لهنا هذو الطوابل، عامل لهنا يوجدوا فيها باش يغديوا الغاشي. لهنا راحوا جابوا العروس.
قلت لكم من بعد ما خلصت الفرقه هذيك، خلصوا وراحوا روحوا. دوك نكمل نهضر معكم. هنايا لاحظت فرق ما بين العرس لهنا تاع قسنطينه وعرسنا اللي هي تاع سطيف. لهنا كي وصلنا ما كانش هذاك القهوه كيما حنا نشربوا القهوه. يعني بيليش انا كيفاه دخلنا ديريكت، جينا قعدنا لهنا في الطوابل شويه هكذا، زادت جات العروس. عبيكم ما جاتش العروس حتى قولي جويه الربعه. سمعتوني؟ قولي جويه الربعه جات، ومن بعد عبالك ملي دخلنا وحنا قاعدين في الطوابل الشطيح الغنى الزهو، بصح ما كانش لا قهوه لا حليب لا اتاي لا قاطو لا والو. حنايا وصلنا ثما العشرة، من العشرة وحنا قاعدين حتى للربعة، نقولي الربعة بيجيت العروس ولا هكذاك. المهم كي قعدنا نتغداو شفنا مع الساعة لقيناها الخمسة، وباش تغدينا الغدا. حنايا لهنا في سطيف نغديو على 11، ومع الغاشي قولي واش مع الغاشي قولي وين تلحقي. ساعتين 3 على حساب الغاشي تاعك اللي عندك. بصح هما ثما حتى نجيت العروس العشوة خلاص وباه تغدينا. هيا كي تغدينا ثم خلصنا الغدا منا، زادو جابولنا القهوة منا. وعجبني كلش في العرس غير التوقيت تاع الغدا والقهوة ورا بعضهم ما عجبسنيش. ان شاء الله نكونوا خفيف وظراف عليكم. مع السلامة، باي باي.